سلام عليكم. تحذير هام: هذا النوع من الغريبة يحتاج إلى عجانة، وحتى لو حضرتك شفتي أي فيديو تاني بيقولك استخدمي المضرب الكهرباء أو الإيد فللأسف مش هينفع، وهقولك ليه أثناء ما احنا شغالين. أول حاجة ببتدي إن أنا أحط السمنة بتاعتي، ولازم تكون ساقعة حاجة صغيرة مع السكر البودرة، وهستخدم السلاح اللي على هيئة كف، وههيش السكر مع السمنة كويس قوي لغاية لما يوصلوا للمرحلة دي. هنا بنبتدي نضيف بديل دقيق الكيك. شايفين بقى المنظر دوت؟ لو حضرتك استخدمتي المضرب الكهرباء هيوصل للمنظر ده ومش هيتغير عن كده، وهيفضل ينطور في كل حته، يعني هتبقى خامات مهدره على الفاضي. هنكمل ضرب لغايه لما توصل عجينتنا للشكل ده. عجينه غريبه عاديه جدا، ممكن ان انا اشكلها بالايد، وحضرتك فعلا ممكن هنا تشكليها بالايد، ناعمه وشكلها بالظبط زي الغريبه العاديه ويمكن احلى كمان. طب لو انا عايزه بقى اشكلها بكيس الحلواني، هكمل ضرب لغايه لما عجينتي تبقى شبه الكريم شانتيه كده، عجينه خفيفه. طبعا في المرحله دي لازم اغطي عجينتي كويس قوي عشان خاطر ما تنشفش مني. ولو عايزه اشكلها على هيئه الغريبه العاديه اللي هي المدوره، فهختار التب دي اللي هي بتكون مدوره من فوق. التب مكتوب عليها 807، بس اعتقد ان الرقم يعني ممكن يكون مش صحيح لان هي مش ماركه. وفي ناس المره اللي فاتت سالتني على نوع كيس الحلواني اللي انا بستخدمه، فالنوع ده كنت اول مره استخدمه في الفيديو ده، عجبني جدا لانه محمل كده. طبعا لتحضير كيس الحلواني هبتدي ان انا ادخل التب بتاعتي وازنقها على قد ما اقدر، وبعدين هعلم بالمقص بتاعي تحت الفتحه اللي فوق بحته صغيره، وبعدين هنزل التب بتاعتي لورا وهقطع في الحته اللي انا علمت فيها دي، وهرجع التب تاني لقدام. شايفين بقى شكل العجينه بتاعنا بقى عامل ازاي؟ هش كده وخفيف، هو ده اللي احنا عايزينه. طبعا ببتدي اعمل الحركه دي ان انا بفعص كده كتير عشان اطلع الهواء منها على قد ما اقدر، وده الشكل التقليدي اللي هو الشكل الدائري. وبنزل الجزء اللي فوق كده بصبعي، حاجه بسيطه قبل لما اضيف اي حاجه على الغريبه بتاعتي. تقدري بقى تضيفي مكسرات، زبيب، زي ما انا عملت اللي حضرتك حباه. وطبعا الغريبه بتحتاج فرن هادي عشان تطلع بنفس اللون، ف 150 درجه مئويه. او ممكن تبدعي وتعملي اشكال مختلفه زي ما انا عملت كده. هنا استخدمت التب اللي هي بتكون مشرشره بس شرشرتها نايمه عشان تديني شكل النجمه ده. المفروض ان اول ما الغريبه بتاعتي بتطلع من الفرن بتكون بتصبع، واحقاقا للحق دي علامه من علامات نجاح الغريبه. ولكن تركايه سريعه: دخليها التلاجة دقيقتين 3 كده، هتلاقيها بالمنظر ده والتصبيعه راحت تماما، والغريبه ما حصلش فيها اي حاجه. واستمتعي باحلى واسهل غريبه هتاكليها في حياتك، وبالصحه والهنا.